بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إن من أعظم القربات وأفضل الطاعات التي رغب فيها الشارع الحكيم الصدقة. يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقد وعد الله عز وجل المنفقين بأن يخلف عليهم خيرا، فقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأثنى الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وأن أجرهم على الله، وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال: يا ابن آدم أنفق عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس وأكثر الناس سخاء وعطاء، يجود بما عنده من طعام أو لباس، وكان يفرح بالعطاء والصدقة أشد ممن يأخذها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمل حتى تصل الحلقوم، أي الروح تصل الحلقوم فتقول أن لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان كذا. والصدقة أيها الإخوة الكرام لها فضل عظيم، منها أنها كفارة للذنوب. فقد جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأيضا الصدقات ينميها الله عز وجل لأصحابه، فقد جاء في الصحيح أن العبد إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا من فضل الصدقة إخوة الإيمان أنها ظل يستظل به العبد يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فقد جاء في الحديث: في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن فضائل الصدقة أنها تخرج العبد من المضائق وتنجيه من الكرب والمصائب، وهذا أمر مجرب، بل حتى جربه الكفار والظالمون، أن الله عز وجل ينجيهم من الكربات ويؤخر عليهم العقوبات بما أحسنوا لعباد الله عز وجل وبما أنفقوا. وأيضا من فوائد الصدقات ومن أعظم الصدقات الجارية التي يبقى ذخرها وأجرها لصاحبها بعد موته. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فينبغي على المسلم أن يتصدق وأن ينفق بما آتاه الله محتسبا أجره على الله، وأن الله يخلف عليه خيرا والله لا يخلف الميعاد، وأن يكون مخلصا في صدقته، فإن الإخلاص شرط في جميع العبادات والأعمال. وكذلك أن ينفق من طيب ما يجد، لأن الله عز وجل نهى عن الذين ينفقون الرديء من أموالهم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وكذلك على الإنسان أن يحذر، أو المتصدق أن يحذر أن يبطل صدقاته بالمن والأذى، فإن المن بالصدقة مما يحبط أجرها ويذهب حسناتها. وكذلك على المتصدق أن لا يحتقر القليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكذلك على المتصدق والمنفق والمهب أن لا يرجع في هبته وصدقته، فإن هذا له مثل السوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتصدقين والمنفقين الذين لا يبتغون
من صدقاتهم وحسناتهم إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يبتغون من ذلك جزاء ولا شكورا، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللهم اجعلنا من المتصدقين المحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.